بايدينا هتبقى انضف طبعا. شايفين الجمال؟ شوفوا مقرمشه جدا وحلوه قوي. ومكوناتها سهله وبسيطه جدا، مفيهاش اي مشكله. المكون اللي هنضيفه عليها وهو سر الطعامه بتاعت والقرمشه بتاعت الحلاوه النهارده هو الكربوناتو. عندي المقادير والمكونات. نبدأ على بركة الله. تلت كوباية مية، نص عصرة ليمون، نص ليمونة معصورة، وحوالي نص كوباية سكر، وربع سمسم، نص معلقة صغيرة من الكربوناتو أو كربونات الصوديوم، وذرة ملح، وماء الزهر. ما عندكيش ماء زهر استبدليه بالفانيليا أو بالمورد. هحط السمسم على النار، جايباه متحمص جاهز، بس هسخنه على النار عشان يبتدي الزيوت بتاعته تطلع كده، والطعم بتاعه يبقى حلو قوي في الحلاوه وهو متحمص. هحط السكر على النار وعليه الميه، وابتدي اقلب لحد ما ادوب السكر. واحاول انزل الجناب عشان السكر ما يلزقش في الجناب باستمرار. افضل انزل في الجناب بتاعت بعد كده هضيف الليمون. هضيف ماء الزهر. مع التقليب المستمر عشان ما تتحرقش من ناحيه، لان اصلا كميه العسل اللي احنا عاملينها صغيره جدا. اول ما تاخد اللون الاصفر الذهبي ده الخفيف ده، هضيف نص معلقه الكربوناتو وذره الملح. شايفين الفوران ده؟ هو ده بقى سر القرمشه اللي موجوده في الحلاوه. هضيف السمسم بعد كده على طول واطفي النار. انطفي النار دلوقتي. كل حاجه هعملها على السريع. انا مجهزه ورقه وعليها زيت علشان ما بتتسابش ثانيه، لان لو اتسابت بتنشف. هحطها. وفي كل حاجه لازم تتم بسرعه. اول ما تحطي سمسم في العسل كل حاجه تتم بسرعه علشان ما ينشفش مننا وما نعرفش، يبقى صعب السيطره عليه. هعمل السوداني برضو نفس الطريقه ونفس نفس المقادير ونفس كل حاجه. هسخنه برضو على النار شويه. انا جايباه متحمص برضو اوريدي عادي. هيسخن على النار. وادي العسل مجرد ياخد اللون وضفت له الكربونات والفوران اللي فيه ده، هبتدي اضيف السوداني على طول. برضو هفرد بسرعه عشان ما ينشفش مني. كذلك برضو البندق. هبتدي بعد ما اسيبهم ينشفوا خالص كده وخلاص جامدين كده ونشفوا، ما بياخدوش وقت، يا دوب نص ساعه بالكتير او بيكون نشف. هبتدي اقطعهم. اسمحوا لي معلش التقطيع مش مظبوط شويه، لان انا يعني ما كنتش متحكمه في السكينه قوي. طبعا اللي بيبقى جاهز ده بيبقى متقطع بمكن وكده فبيجي مظبوط، لكن انا طبعا تأثير انتوا بقى اكيد اشطر مني ان شاء الله، تعملوا احسن مني ان شاء الله. أنا حاولت اظبط على قد ما قدرت. في ملحوظه عايزه اقول لكم عليها. تبقوا تكتروا الزيت شويه على ورقه الزبده دي علشان خاطر ما يلزقش. شوفوا لزق مني ازاي، انا كنت عامله الزيت قليل في السوداني فلزق مني. فحاولوا الزيت يكون كتير شويه
علشان ما يلزقش في الورقة بالطريقة دي. وادي البندق اهو عملناه كمان نشف وهنقطعه. وادي شكلها النهائي بعد ما خلصت. بجد تستحق التجربة، حلوة جدا، خصوصا للناس اللي في الغربة اللي مش طايلين حلاوة المولد. طعمها حلو وجميلة. وأرجو إن فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ونشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.